فكرة عملية قوي لو حابين تلزقوا بلالين في السقف من غير ما تطلعوا تنزلوا كتير على كرسي او سلم. محتاجين ورقة تقيلة شوية زي ورق الكانسون او كرتونة خفيفة، واحسن حاجة لو عندكم ورق اشاعة قديم استخدموه، حلو جدا في الفكرة دي. عملت قرطاس كده ولزقته وقصيت الزيادة كلها بتاعة الورق. محتاجين ماسورة ستاير، دي كان مقاسها متر، ده مقاس كويس جدا. ثبت القرطاس فيها بالشكل ده ونحط البالونة هنا، وكده كل حاجة جاهزة. وشوفوا بتتلزق ازاي بكل بساطة وسهولة، مش محتاجين نقف على اي حاجة عشان نطول السقف، وهتنجز معاكم وقت ومجهود كبير. دي اسهل طريقه تثبتوا بيها البلالين في السقف وكانها منفوخه هيليوم. لفيت لزق شفاف على بعض ولزقته في البالونه، كده بقت جاهزه انها تتلزق. بجد طريقتها سهله وسريعه ومستحيل تقع. مش عارفه الطريقه دي ازاي لسه في حد ما يعرفهاش، بس بما انكم سالتوني عليها تعالوا نعملها. محتاجين شريط حلواني ونقصه طويل شويه عشان الكشكشه دي بتقصره، وبنشده بالمقص بالشكل ده. هيطلع معانا شكله تحفه كده، حركه بسيطه قوي بس بتودي الديكور في حته تانية خالص. فكره من الافكار السهله اللي بتخلي الديكور مميز قوي. محتاجين ننفخ البالونه على الاخر وبعدين نفضي الهواء، وبنعمل الخطوه دي عشان البالونه حجمها يتضاعف. نجيب اي حاجه مدوره كده، عصايه او ماسوره، ونربط فيها بالونه من فوق كده عشان تساعدنا في تثبيت البالونه التانية، ونثبت فيها طرف البالونه اللي احنا نفخناها من شويه. وبعدين بلف باقي البالونه كده على العصايه لفات ضيقه، زي ما هي كده على الوضع ده هننفخها. وبس كده بشيلها من العصايه واربطها. بصوا الوان الميتاليك وجمالها، وده شكلها في الديكور اللي عملته، بجد كان خطير. تعالى اوريكم ازاي بقسم البالونه. اول حاجه بنفخ البالونتين على الاخر، بعدين بفضي الهواء الزياده وبخليهم صغيرين قوي، بضغط عليها وانا بفضي الهواء. الطريقه دي بتخلي البالونه مدوره، كمان بتخليها تمط واقدر اقسمها بسهوله. وده كده الحجم المناسب. بنربطهم بقى في بعض، نمسك البالونه بالطريقه دي ونضغط عليها من النص ونحاول نقسمها ونخلي الناحيتين قد بعض. بعدين نلف اي واحده منهم وناخد طرف اي بالونه ونلفه في النص كده عشان ما يفكوش من بعض. نسيبها بقى ونروح الناحيه التانية ونعمل نفس الطريقه بالظبط. نقسمها ونلف واحده منهم وندخل ما بينهم اي واحده من الاثنين اللي قبل كده. وبس كده بقت جاهزه. تقدروا تعلقوها بقى باي طريقه تحبوها. انا بحب استخدم معاها الاستيك وبعمله بالشكل ده، وبعدين باخد الاستيك وادخله في اي بالونه كبيره في الديكور بتاعي. وبس كده.